يعالجون القلق والاكتئاب والآنية والوسواس والرهاب الاجتماعي، الأمراض كلها النفسية سنين، لكن ما يعرفونها، هي أصلها خلعة بالجسم. طيب أنا بسوي تنبيه بسيط قبل ما أبدأ كلامي، تجربة شعبية، ملاحظات جسدية على الناس. أنا ما أفسر القرآن ولا أفتي، لكن ربطته. القرآن لما شرح لنا عن الخوف والأمراض اللي في القلب، يعني وصفها لنا قصة ضيق، القلب يعني يوصل للحناجر. الآيات اللي يذكرها لنا القرآن، فيه آية استوقفتني كثير: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. من شدة إيش؟ من شدة الخوف. وين يروح الخوف؟ يوصف الحناجر، نفس اللي قاعد يصير حاليا بأمراض النفسية. اللي أبي أوصل له أن الصدمة اللي تعرضت لها والخلعة مثلا 2016 أو 6 عام 1900 من السنين أنت نسيتها، لكن هي وين تخزنت؟ هي تخزنت في العصب الحائر في البطن، ويبدأ يشد ويضغط. ما يضغط دائما، يجي على فترات، سبحان الله، لأنه يشد ويرتخي يشد ويرتخي. عشان كذا سبحان الله الصدر يعالجها، صبخة الصدر تفكها مع المرخ، تبدون ترجع. هي تحركت، العصب الحائر تحرك من مكانه أثناء الفاجعة، أثناء الخلعة. أنتم بالتمرير وبالعلاج ترجع 100% تتشافون.